لحظة قبل ما أنسى، التخمير على البطيء اللي اسمه ساور دو اللي يمتد يوم إلى يومين برضو أقل رفع لسكر الدم. يعني إذا أكلت الخبزة هذه ما يرتفع سكر الدم زي اللي مخمر يكون على السريع أبو ساعة أو ساعة. يعني ناهيك عن الضغط من مادة الجلوتين، انك تبي تستفيد اثناء تخمير العجين الطويل، البكتيريا تاكل ايش؟ تاكل الجلوتين وتاكل النشويات، تخفض من ارتفاع سكر الدم، هذا واحد. اثنين، تخفف من الضغط اللي يجيك من مادة الجلوتين هذه وتفكك روابطه، ما يجيك غازات، ما يجيك حالة امساك وانتم بكرامة، هذه كلها تكون أقل. يعني أنت مستفيد من الجهتين. وأتذكر واحدة من الدراسات اللي عملوها، أعطوا أشخاص مصابين بالسيلياك اللي هي حساسية القمح القوية مرة، حصلوا إنه اللي ياكلوا خبز الساور دو هذا ما تجيهم أعراض التحسس مثل اللي ياكلوا اللي هو الخبز اللي يكون تخمير سريع. أقل بكثير.